لو بتحسي بالذنب يبقى الفيديو تليكي. في بنات كتير اتربت ان رضا الناس اهم من راحتها، وان الرفض وكلمة لا دي قلة ذوق وما ينفعش. لكن البنت الواثقة اللي اتربت على ايد ام واعية اتعلمت ان الحدود ده باب بيتقفل في وقته، وما هواش جسر محطوط بيني وبين الناس. الحدود معناها ان انا اعرف اقول امتى لا، واقولها بكل شياكة وبكل احترام. الحدود معناها اختار ايه اللي استحمله وايه اللي ما اقدرش استحمله. الحدود معناها ان انا دايما اقول لا او ارفض من غير ما هاجم. الام الواعية اللي حاطه حدود لنفسها وما بتفرضش نفسها على حد، وما بتسمحش لحد ان هو يتعدى على حدودها، بتطلع بنتها واثقة في نفسها، وبتطلع بنتها عارفة ومقتنعة ان الحدود ديت وحدودها مش محتاج اذن من حد. حدودها دي لراحتها برغبتها هي، ولازم تعرف تقول امتى لأ وامتى تقول اه. حدودك يا بنتي مش عشان تخسري الناس، حدودك عشان ما تخسريش نفسك. خليكي دايما معانا عشان نتعلم ازاي نقدر ان احنا نبقى بنات واثقة، وازاي نقدر نحط حدودنا. متنسوش اشتراك في القناة ولايك وشير، عشان دايما نقدر نوصل لأكبر عدد من البنات والأمهات، عشان نكمل سلسلة أم واعية وبنت واثقة. انت مش لوحدك، معاكي نرمين صفوت. ايد في ايد تبقى حياتنا اهدى وافضل، وربنا معاك.